رمضان أهلا مرحبا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حديث جديد من حديث تهمك. بسم الله. كل سنة وإحنا بنستنى رمضان بنكون راسمين في خيالنا إننا هنعمل ونسوي، بس فجأة بنلاقي الأيام بتجري مننا وبنلاقي نفسنا في نص الشهر وإحنا لسه محلك سر. السر بقى مش في إنك مقصر، السر غالبا بيكون في إنك مش مترتب. علشان كده رمضان الناجح محتاج نمشي فيه على 3 قواعد ذهبية. تعالوا نبدأ بأول وأهم قاعدة فيهم. القاعدة الأولى: تنظيم الوقت. في رمضان الوقت ما بيتحسبش بالساعات، ده بيتحسب بالدقائق، لان الدقيقه فيه كنز. تنظيم الوقت مش معناه انك تعمل جدول مدرسه وتمشي عليه بالثانيه، لان ده غالبا بيفشل بعد اول اسبوع وما بيكملش كمان، هو يومين وبيفشل. التنظيم الحقيقي هو انك تحجز مكان للعباده وسط زحمه يومك. طب نعمل ده ازاي؟ ساعه البركه بعد الفجر، دي اهم ساعه في يومك كله. بدل ما تنام اول ما الصلاه تخلص، اخطف نفسك ساعه واحده بس للقران او للذكر. الساعه دي في هدوء الفجر بتعادل مجهود ساعات طول اليوم، وهتخليك تبدأ يومك وانت حاسس بسلام نفسي وإنجاز رهيب. استغلال الوقت الضايع. حضرتك وانت واقفة في المطبخ بالجهاز الفطار، أو انت وفي المواصلات راجع من الشغل، الوقت اللي انت فيه ده منجم ذهب. بدل ما تفضل ساكت أو تسرح في الزحمة، خلي لسانك شغال ذكر واستغفار وقرآن. تخيلي انك ممكن تخلصي أذكار المساء كلها انت بتغسلي المواعين أو انت واقف في إشارة. مبدأ المساحة الآمنة. بص يا باشا، احنا مش هنضحك على بعض ونقول مش هنمسك الموبايل خالص، بس الفكرة انك تحدد وقت للموبايل مش وقت للعبادة. يعني بدل ما الموبايل هو اللي يكون الأصل والعبادة هي اللي بنخطفها في النص، اقلب الآية. حدد لنفسك مثلا ساعة واحدة بعد التراويح أو وقت العصاري، دي اللي تفتح فيها فيسبوك وتشوف رسائل الواتساب. غير كده الموبايل يكون بعيد عن عينك، لأن التمريرة الواحدة اللي فاكر إنها هتاخد دقيقة بتسحب وراها الساعة في اللاشيء، وبتفصلك عن مود الخشوع اللي بتحاول تبنيه طول اليوم. وافتكر دايما اللي بيسيب يوم للظروف، الظروف هي اللي بتمشيه. خليك انت القائد بتاع وقتك، علشان ما تجيش ليلة العيد وتقول يا ريتني كنت استغليت رمضان صح. وعلشان تنظيم الوقت مش مجرد رص ساعات وخلاص، كان لازم نسأل نفسنا سؤال: هو احنا بنفضل الوقت ده ليه اصلا؟ وهنا بنوصل لقلب الموضوع والقاعدة الثانية: التركيز على الروحانية والقرب من الله. في ناس كتير بتقع في فخ العداد. خلصت كم جزء، صليت كم ركعة، عملت كم عمرة، وطبعا دي حاجات عظيمة، بس رمضان مش سباق أرقام وبس، رمضان هو سفر بالروح لربنا. القاعدة هنا بتقول: قليل من التركيز خير من كثير من السرحان. ازاي بقى نطبق ده بجد؟ الكيف قبل الكم في القرآن. بدل ما تجري ورا الختمة الثانية والثالثة وانت مش فاهم آية واحدة، جرب تقرأ صفحة واحدة تدبر. وقف عند آية لمست قلبك وكررها. اسأل نفسك ربنا بيقول لي ايه في الآية دي؟ آية واحدة تفهمها وتغير في أخلاقك أحسن من ختمة اللسان فيها شغال والقلب في حتة تانية خالص. صلاة المشتاق مش صلاة المضطر. لما تيجي تصلي التراويح بلاش تفكر هو الإمام لسه قدامه كتير، طب هيطول ولا لا. جرب تروح المسجد وانت عايز تقابل ربنا، مش بس علشان لازم تصلي. لو تعبت تصلي ركعتين بخشوع تام أحسن من 8 ركعات وانت باصص في الساعة. الروحانية بتبدأ لما تحس ان الصلاة راحة ليك مش حمل عليك. الدعاء بالعامية. القرب من الله مش محتاج لغة معقدة ولا سجع. جرب تقعد وتكلم ربنا بلهجتك البسيطة، احكي له عن همومك، اطلب منه لنفسك فيه كأنك بتفضفض لأحن حد عليك. القرب ده هو اللي بيخلي رمضان طعم تاني خالص وبريح قلبك بجد. عبادة جبر الخواطر. الروحانية مش بس في السجادة، دي كمان في معاملتك مع الناس. كلمة حلوة لأمك وانت صايمة، أو مساعدة لواحد غلبان، أو انك تمسك نفسك عن الخناق في الزحمه بنيه انك بترضي ربنا. دي روحانيه عمليه بتخليك تحس انك قريب من ربنا في كل خطوه. الخلاصه ربنا مش عايزنا نتعب وخلاص، ربنا عايز قلوبنا ترجع له. فخلي تركيزك السنه دي انك تصلح اللي بينك وبين ربنا، مش بس تخلص قائمه المهام اللي انت كاتبها. وعلشان الروحانيه اللي اتكلمنا عنها ما تطيرش في ثانيه وتتبخر، لازم يكون في فرامل تظبط الدنيا. وده اللي بيخلينا ننقل للقاعده الثالثه والاخيره: الاعتدال في العادات اليوميه. في مثل مصري بيقول: اللي يزيد عن حده ينقلب لضده. وفي رمضان القاعدة دي هي كلمة السر. احنا غالبا بنتعامل مع رمضان بمبدأ الموجة العالية، يا إما حماس زايد عن اللزوم بنهلك فيه نفسنا، يا إما كسل وتراخي يضيع مننا اليوم. الاعتدال هو اللي بيضمن ليك إنك تكمل ال30 يوم بنفس الروح. طب نطبق الاعتدال ده ازاي؟ اعتدال السفرة. كلنا بنحب اكل رمضان، بس فكرة اننا ننتقم من الصيام ساعة الفطار هي اللي بتبوظ القاعدة الثانية الروحانية. لما تملى بطنك على الاخر طبيعي تلاقي نفسك جثة هامدة وقت التراويح ومش قادر حتى تفتح عينك. الاعتدال في الاكل مش بس علشان صحتك، ده علشان كمان تفوق لربنا. افطر فطار خفيف
خفيف يخليك قادر تتحرك وتصلي، وخلي الاكلات الثقيله بحساب او بعد التراويح. اعتدال النوم، مفيش حاجه بتبوظ الروحانيه قد لخبطه النوم. اللي بيسهر للسحور وينام لحد الظهر، او اللي بيطبق يومين ورا بعض، بيلاقي نفسه عصبي ومصدع ومش مركز. حاول تظبط نومك بحيث تاخد كفايتك، لان جسمك لو مرتاح عقلك وقلبك هيكونوا حاضرين في العباده. اعتدال الحماس، بلاش تبدا اول يوم رمضان ب5 اجزاء قران ومش عارف 100,000 ذكر وتراويح في 3 مساجد، كده انت بتحرق بنزينك كله في اول ما دقين. القاعده بتقول احب الاعمال الى الله أدومها وإن قل. ابدأ بمجهود تقدر تستمر عليه، وزود الجرعة بالتدريج، خصوصا لما ندخل على العشر الأواخر. الاعتدال في الكلام، رمضان مش بس صيام عن الأكل والشرب، ده صيام عن اللغوشة. الاعتدال في الكلام مع الصحاب وفي القعدات اللي ملهاش لازمة بيوفر طاقتك النفسية، وبيضمن لك إن لسانك يفضل رطب بذكر الله بدل ما يضيع في القيل والقال. الخلاصة، الاعتدال هو الترمومتر اللي بيحافظ على توازنك بين احتياجات جسمك وأشواق روحك. لو ظبطت الميزان ده هتخلص رمضان وانت فايز بدنيا ونفسيا وإيمانيا. دي كانت القواعد الثلاثة اللي لو مشينا عليهم هنضمن بإذن الله إن رمضان السنة دي يكون نقطة تحول حقيقية في حياتنا كلنا. بس خلي بالك، الطريق ده فيه ألغام ممكن تبوظ كل اللي عملناه وإحنا مش واخدين بالنا، وعلشان كده كان لازم نتكلم عن الجانب الثاني من الصورة، اللي هو ايه هي الحاجات اللي بتبوظ علينا تعبنا، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. القاكم في الجزء الثاني، دمتم في امان الله، والسلام عليكم.